المذيعة الجميلة رضوى الشربيني كانت بتقدم برنامج طبعا بتاعها المشهور هي وبس. وكانت بتقدمه على قناة CBC سفرة. ولكن من فترة كده من كام شهر أعلنت إن هي هتسيب القناة وهتقدم البرنامج بتاعها في قناة تانية اسمها DMC. والناس كانت متحمسة جدا جدا إن هي تتفرج على البرنامج بتاعها الجديد، لأني رضوى الشربيني ليها جمهور كبير جدا وليها كده كاريزما على الشاشة، ناس كتير جدا بتحب تتفرج عليها وبتحب تستفاد منها جدا. فهي رضوى الشربيني فعلا ليها جمهور كبير قوي ما شاء الله عليها. فالناس فعلا كانت متحمسة ان هي تستنى البرنامج، وهي قعدت ان هي تنزل بوستات كتيرة جدا على صفحتها استنى البرنامج. وكمان طلعت لايف امبارح وقالت للناس ان الفكرة بتاعت البرنامج المرة دي فكرة جديدة غير الافكار الاولانية اللي انا كنت عاملاها اللي انتوا عارفينها بتاعت البرنامج الاساسي. لا، دي فكرة جديدة خالص خالص. ولمحت قالت ان طبعا مش هينفع اقول عبارة عن ايه الفكرة بالظبط، بس انا كل اللي اقدر اقوله لكم اني المفروض الطبيعي ان يكون المذيع هو البطل او السوبر ستار في اي برنامج. يا اما بيكون البرنامج نفسه او اسم البرنامج هو البطل، لكن المرة دي البطل فعلا هيكون الجمهور، هيكونوا انتوا اللي هتحكموا، انتوا اللي هتقولوا مين الصح ومين الغلط. فما يعني ده اللي انا اقدر اقوله عن البرنامج، لكن انا ما اقدرش المح بتفاصيل تانية اكتر من كده. وانتوا ان شاء الله بكره هتشوفوا البرنامج وتحكموا بنفسكم. بس انا من جوايا بتقول قلقانه جدا جدا جدا، لان الفكره جديده وخايفه جدا ان هي ما تعجبكوش، يعني قاعده كده على اعصابي لان انا مش عارفه الفكره هتعجبكم ولا لا، لان هي فكره جديده خالص. او جديده كمان عليا انا تحديدا، بتقول ان انا ما عملتهاش قبل كده. وقعدنا ان احنا نحضر لها كتير قوي انا وفريق الاعداد لفترات طويله جدا، فاخدت مننا وقت ومجهود كبير. بس انا برضو من جوايا قلقانه ومش عارفه هل هتعجبكم ولا لا، يعني انا قاعده على اعصابي. فبتقول يا رب يا رب يا رب تعجبكم وطمنوني بعد عرض الحلقه ان شاء الله هل الحلقه عجبتكم ولا لا. الكلام ده كان امبارح، ومفروض النهارده الحلقه اتعرضت الساعه 11 بالظبط، والناس كانت فعلا قاعده مستنياها على نار. ولما اتفرجوا على الحلقه الصراحه كان رد الفعل بتاع الناس بعد كده اللي كتبته كان يعني ما كانش افضل حاجه بصراحه. هو فعلا الحقيقه حتى يعني ناس كتير جدا شافت البرنامج يعني مش هي دي رضوى اللي احنا متعودين عليها. فكره البرنامج فعلا ما كانتش زي ما احنا متعودين عليها مرات، او ما كانتش زي ما احنا متعودين نشوف من رضوى دايما متعوده ان هي تقدم برنامج فعلا قيم وليه قيمة وليه هدف كده فعلا تستفاد منه وتحب كده انك تتفرج عليه. وكمان مش بس ليه هدف، بتحس ان انت بتستمتع وانت بتتفرج عليه. لكن المرة دي فعلا البرنامج ما كانش اختيار يعني موفق منها. ان البرنامج كان عبارة عن ان هي بتجيب يعني شخصين، راجل وست مثلا يكونوا بينهم مشاكل او منفصلين او كده، وتبدا ان هي تواجههم ببعض وتحاول ان هي تصلح ما بينهم. فيمكن الناس ما حبتش الفكره دي قوي لأكتر من سبب. أول حاجة إني مش حابين إن البرنامج كله يكون قايم على فكرة واحدة أو حاجة واحدة، دي ما كانتش حاجة حلوة أو حاجة مملة شوية، لأن البرنامج بتاعها القديم كان فيه أكتر من فقرة، فده كان ممتع شوية للمشاهد. تاني حاجة إن ناس كتيرة جدا شافت إن البرنامج كده بقى شبه البرنامج مسامح كريم بتاع جورج القرداحي، ما بقاش فيه فرق ما بينه وما بينهم، ما بقاش فيه اختلاف، كأن جايبة اتنين تصالحيهم على بعض، فده ما كانش لطيف. يعني كأنه تقليد لبرنامج تاني. تالت حاجة برضو ما عجبتش الناس فكرة ان هي تجيب اتنين يعرضوا مشاكلهم قدام الناس ويتكلموا عن نفسهم قدام الناس ويعني كأنهم بيفضحوا نفسهم قدام الناس، ودي حاجة مش لطيفة. لان ناس كتير جدا شافت ان عندهم اطفال او عندهم عيال، فما ينفعش ان هم يتفرجوا على باباهم ومامتهم وهم بيعملوا كده في بعض، حتى لو هم مطلقين. فطالما عندهم اولاد ده مش حاجه لطيفه، وحتى لو هم ما عندهمش اولاد جيرانهم واصحابهم كل الحاجات دي كلها مش حاجه لطيفه ان المشاكل تتعرض كده وتبقى حاجه يعني ظريفه يعني. فدي حاجة ما عجبتش الناس خالص، وده اللي خلاهم يعني عدد كبير جدا منهم يكتبوا لها في الكومنتات لا ارجعي لبرنامجك القديم، ارجعي للفكرة القديمة احلى، احنا مش حابين الفكرة دي خالص. ولو في ناس كده قالت لها لو استمريتي على الفكرة دي البرنامج بتاعك مش هينجح، ولا احنا مش حابين ابدا ابدا الفكرة دي. وفي ناس تانية كتير قالت لها الفكرة مش حلوة بس احنا حبينا بس وجودك وكل حاجة وان انتي كنتي وحشانا. لناس كتير جدا جدا بتحبها. بس موضوع ان الفكره حلوه بتاعت البرنامج، لا، النسبه الاكبر من الكومنتات كاتبه ان الفكره مش حلوه خالص ومش موفقه فيها نهائي. الفكره الاولانيه بتاعتها او فكره البرنامج القديم بتاعها كان افضل بكتير، فعشان كده ناس كتيره بتطالبها انها ترجع للفكره الاولانيه. فاكيد ناس كتير جدا منكم شافت البرنامج بتاعها النهارده، فممكن تشاركونا برايكم وتقولوا لنا هل فعلا عجبكم الفكره بتاعتها اللي هي عملتها المره دي، ولا فكره برنامجها القديم.